ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. بزاف غير كتذكر ليهم النسوية بحال ذكرتي ليهم جن. صراحة، الصراحة هادشي اللي كاين، بحال بوعوجة. نبغي الراجل اللي هو صريح، يقول لي أنا ماشي ما فاهمش مزيان، سمعت بزاف ديال الحاجات ولكن مستعد نسول علاش. واش انت غير فقتي هاد الصباح وقلتي صافي قررت نكون نسوية أولا شنو طرا، شنو اللي خلى أن النساء يوليو نسويات؟ تنمية البلاد لا يمكن نهائيا أنها تتم بلا ما يكون إدماج وتنمية ديال جميع الفئات اللي كتكون هاد البلاد. كيفاش الناس اللي تحملوا المسؤولية ديال إدارة الشأن العام غادي يسمعوا لي بوزوان ولا الطلبات، ولا غادي يشوفوا الواقع او الواقع باختلافاته ويخدموا باش نوصلوا لواحد التنمية اللي صالح للجميع، لان باش يكون كل شيء عنده بلاصتو، ما يكون حتى شي واحد كيعيش ظروف اللي كتمس بالكرامة ديالهم. النسوية هي كتهضر على أن كاينة واحد الهيمنة ذكورية، هيمنة أبوية في جميع المجتمعات ديال العالم وعبر التاريخ. الرجولة كاينة المروءة والرجولة، مثلا كاينة ديك الرجولة اللي كيقولوا هذيك زعما الرجولة اللي هي سينونيم ديال لا فيريليتي. أول حاجة أننا يكون عندنا لو كوراج، يكون عندنا الشجاعة نشوفوا الظلام اللي داخل فينا، يعني في العوض ما نكون نقول أن الأمور العام زين بحال هكا، أنني نجي نشوف شنو اللي فيا اللي كيخليني أن ما يكونوش عندي علاقات صحية مع الآخر، يعني هذا الشيء sur le plan individuel. ماشي رجولة. الرجولة هي المروءة. مثلا كاينه ديك الرجولة، النسوية ما كايناش وحده. الرجال ممكن أنهم يكونوا حلفاء. راجل وشك في راسو تكريتيكي كيعكس. On n'est pas contre الراجل en tant que sexe. أنا نبغي الراجل اللي هو صريح، الرجولة عندي هو داكشي اللي شفت في بابا. غير كتذكر لهم النسوية بحال ذكرتي لهم جن. أن نستبدل كلمة الرجولة بالمروءة. ليس في الأمر انتقاص للرجولة. ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. الرجولة في هاد لا سيزون ديال ماشي رجولة اللي سميناها النسوية نفسروها للرجال، كنهضروا على شنو هي النسوية، شنو التاريخ ديالها، وعلاش مهمة النسوية في المغرب للنساء والرجال والمغرب كامل. عايدة شكرا بزاف حيت قبلتي تكوني معايا في ماشي رجولة. شكرا سفيان، مرحبا. شكرا ليك. سميتي عايدة خير الدين، كنشتغل كعاملة اجتماعية، ودابا عندي مكتب دراسات اللي كيخدم على مقاربات واستراتيجيات التغيير الاجتماعي. قريت في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي من 2004 ل 2008 اللي تعلمت فيه بزاف شنو هما الأجوبة اللي ممكن، شنو هما الإشكاليات بعدا بطريقة علمية، شنو هما الإشكاليات اللي عندنا في المجتمع وكيفاش ممكن نشتغلوا عليهم بعدة أدوات. عايدة شنو هي النسوية بالنسبة لك؟ النسوية هي واحد أداة تحليل مقاربة، واحد تنظيم أو تنظيمات، لأن النسوية كاين نسويات يعني مختلفة، وهي حركة اللي هي بحر كبير اللي جاب لنا يعني ناشطات ونشطاء ديال النسوية، أساتذة ديال اللي أولا أشخاص اللي كيديروا الأبحاث العلمية حول النسوية والنوع الاجتماعي، يعني جاب لنا بزاف ديال الحاجات باش نشوفوا بواحد الطريقة موضوعية شنو هما الإشكاليات اللي كيخليو الفئة ديال النساء كيعيشوا واحد الدنيا أو كيعيشوا بزاف ديال الفوارق أو لا المساواة اللي كتختلف على الرجال. النسوية هي كتهضر على أن كاينة واحد الهيمنة ذكورية، هيمنة أبوية في جميع المجتمعات ديال العالم وعبر التاريخ. كتشوف أن كاين واحد التراكم ديال الموارد، تراكم ديال امتيازات كيكونوا عند فئة ديال الرجال، وعلى عكس كاين لا مساواة وكاين الحقرة أو الاضطهاد ديال النساء، واللي كيكون مختلف من سياق لسياق، من سياق تاريخي لسياق تاريخي آخر، ولا من منطقة لمنطقة أخرى.
يعني الاشكاليات اللي كنعيشوا حنا في المغرب ماشي هما الاشكاليات اللي كتعيشوا هم النساء في بعض البلدان في اسيا او لا في، ولكن كاين واحد التشابهات، كاين واحد اللي هما زعما مستوى ديال مثلا العنف ضد النساء اللي كيكون فيه كاين نسب اللي هما بلوز او موان عاليه في العالم كامل. المشاركة السياسية ديال النساء اللي هي كتكون ناقصة في العالم كامل. ديما فاش كتشوف الصور ديال الناس اللي حاكمين كتلقى الأغلبية رجال، وكتلقى وحدة ولا جوج ديال العيالات. زعما كاين هادو شي حاجات اللي كنشوفهم بزاف ديال البلدان وباقي من قرون إلى 2024. علاش النسويه مهمه اليوم في المغرب؟ بزاف ديال البلدان، ولكن فعلا حنا غنتكلموا على السياق ديالنا د المغرب لانه هو بلادنا وهو المجتمع ديالنا. تنميه البلاد لا يمكن نهائيا انها تتم بلا ما يكون ادماج وتنميه ديال جميع الفئات اللي كتكون هذه البلاد. وفي الفئات الكبرى او الفئتين الكبرى اللي كتكون هذه البلاد هما الرجال والنساء. وفي وسط هاد الرجال والنساء بيان سور كاين الناس اللي هما نون بينار، كاين الطبقات، كاين الطبقه العامله، الطبقه المتوسطه، البرجوازيه، كاين الناس القروي، الناس في القرى، وكاين الناس يعني كاين ناس في المدن. يعني كاين بزاف ديال لا كومبوزيسيون، يعني الهيكله ديال المجتمع مختلفه. كيفاش الناس اللي تحملوا المسؤوليه ديال اداره الشأن العام غادي يسمعوا لي بوزوان ولا الطلبات، ولا غادي يشوفوا الواقع او الواقع باختلافات ديال هاد الفئات ويخدموا باش نوصلوا لواحد التنميه اللي صالح للجميع، لان باش يكون كل شيء عنده بلاصتو، ما يكون حتى شي واحد كيعيش زعما ظروف اللي كتمس بالكرامه ديالهم. دونك خاصنا نجيو نشوفوا شنو هما التفاوتات اللي كاينه، شنو هما الفوارق اللي كاينه، شنو هي النوع او انواع ديال الهشاشه اللي كاينه. بيان سور الهشاشه كتقيس كل شيء. فاش كنهضروا على الهشاشه كنهضروا عليها اقتصاديا، كنهضروا على الصحه، على التمدرس، على ولا بزاف ديال لي زيليمون. كنلقاو ان النساء اللي هما اكثر هشاشه في البلاد، وبلوس كتولي زعما نساء قرويات، نساء فضيات إعاقة، نساء المهاجرات، حتى فئة المهاجرين المهاجرات اللي هما فئة اللي بارت ديال المجتمع داخله في المجتمع ديالنا. دونك التحديات كاينه كثيره، والعمل حتى هو كاين كثير. زعما العمل كاين استراتيجيات وخطط على الصعيد الدولي، على الصعيد زعما على صعيد كاين خطط ديال على حسب القطاعات، مجالات الصحه، في التضامن، التنميه ايتترا. وكاين حتى المشاريع ديال منظمه المجتمع المدني اللي هما كثارين بزاف في المغرب. مشاريع كاينه كثيره وي. دونك كاين ديناميات، ولكن كاين بزاف ديال الحاجات اللي ممكن عقبات او تحديات اللي ممكن نتعلموا منهم ونكملوا في هذه الوتيره ديال تحسين من وضع الفئات ولا وضعنا حنا كفئات ديال المجتمع، وخاصه النساء. شنو اللي خلاك في التجربه الشخصيه ديالك تعرفي على راسك كنسويه؟ سولتيني هذا السؤال وجاوني ذكريات ديال الصغر. انا في الصراحه في الصغر كبرت في عائله اللي هي محافظه، كبرت في بين العروبيه ديال مشرع بالقصيري وسيدي قاسم والرمره. كنا كنمشيو عطله عند العائله في طنجه. في هذوك المناطق ما كنتش كنعرف شنو هي النسويه، بالنسبه لي ما كاينش كاع في القاموس ديالي. ولكن كطفله صغيره كنهضر على يعني صغيره كاع، طفله صغيره حتى المراهقه، كنفكر كنقول علاش كنشوف مثلا الفرق بيني وبين الاخ ديالي. كان خويا الله يرحمه كان فايتني بعام. علاش خصني انا نبدا نتعلم الشغل ديال الدار، وعلاش ماما كتقول لي غادي نعلمك باش نوجدك لراجلك. زعما كانت عندها هذيك المهمه انها دير مني زعما من صغري واحد كنت مشروع ديال مرأة
صالحة ديال مرأة اللي غادي تكون كتعرف شغل ديال الدار، اللي كتعرف تلبس، تعرف تهدر، تعرف تحضر عينيها زعما وتحشم، تكون محتشمة داكشي. وانا كانت تجيني بيزاغ لان كنت كنبغي نلعب ونقاز بحال خويا، مثلا كاين كيخرج كيمشي كيلعب الكره، كنت كنتشهى نمشي حتى انا تكون عندي ديك الحريه نلعب نتفرج الرسوم. كانت عندي واحد الجده فاش كنمشيو عطله عندها للدار، وكان عندي مثلا 10 سنين 11 عام، وكانوا بنات عمي عندهم 5 سنين 6 سنين بحال هكا. كنا كلنا كنمشيو نتفرجوا كارتون نيتورك، رسوم متحركه. وكتجي جدة كتنوضني وكتقول لي تديني الكوزينه وكتعطيني كيلو ديال الجلبانه ولا 2 كيلو نقيهم، زعما بحجه انها باغا تعلمني. ولكن وانا في صغيره ما كنعرفش النسويه، ولكن كنقول علاش الضغط كبير عليا، وعلاش الحريه الاخرين، الحريه الاخ ديالي انه يتمتع بحياته، الحريه ديال البنات عمي لانهم عايشين في الخارج. حتى وصلت السانكيام ولا السيزيام في واحد الليسي، واحد الثانويه، صدر قرار ان البنات كلهم يلبسوا ابتداء الاول ديال العام يلبسوا سميتو ماشي البيدله، البيدله ماشي الطابليه، دونك بحال الكوستيم، ولكن الدراري لا. انا في داك السن ديال المراهقه كنحس بواحد التمرد، وجاتني واحد تعصبت كنقول علاش الدراري، علاش البنات يلبسوا اليونيفورم الكوستيم وعلاش الدراري لا، علاش البنات وكانوا كيضحكوا علينا كيقولوا لنا السربايات داكشي حيت لابسين داك البيدله. تا عيطت لجمعت البنات قلت لهم خصنا وكنشوفوا الحارس العام عاود فاش تيجيو دوزوا البنات بلا لا فيست ديال ديك البيدله، تيبقاو غير بالقميجه والسروال، تيتعدى عليهم، كيشدهم كيدور فيهم كيدفعهم. قررت انا وشي بنات ندير واحد بيتيسيون، يعني عارضه، ودوزناها لكاع التلاميذ باش يسنيو اننا حنا ما متفقينش، يا اما البنات والدراري يلبسوا البيدله يا اما حتى شي واحد. وديناها للمدير، المهم بقاو كيعطيونا دي زارغومون ديال بالعكس البنيته الا كانت لابسه البيدله غتكون محترمه في الزنقه. ساعه حنا كنا كنعيشوا التحرش بديك البيدله، زعما كنشوف ان هادشي كامل سي با فغي، وان كاين بزاف التناقضات. والوغ اول مره كنسمع بالنسويه اولا حقوق المراه كانت في المدرسه الثانويه الجديده اللي بدلتها، اللي فيها كلشي لابس البيدله. كان واحد الدري كيسمي عليا حقوق المرأة وانا كنت كنسمي عليه اخ نيتش حيت هو كان عزيز عليه نيتش. دونك بدا كيقول لي حقوق المرأة، وانا تنبدا نقول له شنو هي حقوق المرأة؟ صافي حقوق المرأة، صافي بديت كنقلب لقيت الحقوق المرأة، حقوق النساء النسوية، وتما فين تحلي واحد الباب كبير على واحد المجال المعرفي اللي غير لي حياتي. العريضة كانت واقيلا أول أكسيون نسوية درتي في حياتك. وبلا ما نشوفها في شي بلاصه اخرى، هذا هو الغريب، حيت كنت بعيده على السياسه وبلا ما نعرف ان هذيك نسويه، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لينا ان النسويه شي حاجه اللي هي جايه من برا. دونك على هادشي كنأكد ان النسويه راه جايه شي حاجه، راه ما كاينش شي حاجه اكثر عمق اولا اكثر ما كايناش اكثر حاجه اللي جايه من الداخل اكثر من هاد المواضيع اللي كيقيسونا في التركيبه ديالنا في حياتنا، في كيفاش كنفكروا، شنو كنحسوا، الظلم اللي تعرضنا ليه، الامل اللي عندنا، راه داكشي ما حتى شي حاجه من داكشي ما جايه من برا. شنو هما لي زاكسيون اللي كيخصهم يداروا اليوم باش النسوية توصل للأهداف ديالها؟ كيبان ليا الوعي شي حاجه مهمه. الوعي ماشي غير الوعي المعرفي بالدماغ، كاين شي حاجات اللي الانسان بعاد منهم بسبب الرأسمالية، بسبب هاد العولمة، بسبب الحياة المادية اللي كاينه دابا، ولها شاشة، والواحد ولا كيتقاتل باش يدبر على طرف الخبز، اولا واحد كيتقاتل باش يجمع ثروات. بعدنا بسبب هاد الشيء وبسبب الخوف ديالنا العميق ديال اننا نطيحوا في وضع اللي هو صعيب نتلفوا.
بعدنا على قلبنا. ولينا بحال ولا واحد السباق على كيفاش ممكن نظاهروا أننا كنعيشوا أحسن. وبعض المرات نقدروا نكونوا حتى في مجال ديال التغيير الاجتماعي نورمالمون خصنا نكونوا خادمين مزيان على راسنا. ولكن شفت بزاف ديال الناس حافظين بزاف ديال الكتب، كيعرفوا كيفاش يديروا الترافع ولا المناصرة، كيفاش يديروا تشبيك، كيفاش يطلعوا مشاريع تمويل، كيفاش يكونوا رؤساء ديال الجمعيات وكذا. ولكن كاين واحد الحاجة كبيرة ناقصة جوستومون اللي هي الوعي النفسي، الوعي الذاتي، المعنى ديال علاش كندير انا هاد الشيء. زعما واش فاش كنكونوا خاويين من الداخل او ولا بعدنا على طبيعتنا كناس اللي كنحسوا كنشعروا وكان بالاخر وبالذات ديالنا. لان هادو الصفات اللي كانوا عندنا فاش كنا بيبي وكنا صغار. بعدنا يعني السيستم خدمنا على اساس اننا نوليو بحال كنتجاراو وما حاسينش بذاتنا، كنتجاراو بلا ما نشعروا بذاتنا، ولينا بحال دي روبو اوتوماتيك. دونك هاد فاش كنكونوا زعما حتى في هاد لو دومين هذا كما قلنا ديال التغيير الاجتماعي وحنايا ما خادمينش على راسنا وما واعيينش بذاتنا، واخا نكونوا كنطيروا زعما حافظين كتب، حافظين استراتيجيات، كنعرفوا نهضروا اون بوبليك، كنعرفوا نديروا شراكات، راه ما عمر ما نقدروا نوصلوا لواحد التغيير. غنبقاو ديما في الوضع الراهن، في لو ستاتيو كو. حيت باش نقدروا نوصلوا لواحد التغيير خاصنا ضروري كما قلنا هاد لو طرافاي سور سوا، خاصنا نخدموا على ذاتنا. نقدر مثلا انا مثلا في التركيبه ديالي من صغري تعلمت ان ما كاينش الثقه، يعني هاد الشيء في حياتي بصح كاين ان انا عايده علموني ان ما نديرش الثقه في الناس، وان خصني نكون احسن وحده، يعني لا كونكورونس لا كومبيتيسيون. هادشي تعلمنا حتى في المدرسه، شكون اللي جاب احسن نقطه، شكون اللي وزعما فاش كنا صغار مثلا تعلمنا اننا ما نسمعوش لذاتنا ونديروا الخاطر للكبار. دوك تعلمنا اننا نديروا الخاطر الاخرين، وتعلمنا اننا نديروا واحد استراتيجيات باش نقولبوا باش نوليو ناخذوا داكشي اللي في مصلحتنا، و ان ميم طون نظهروا اننا درنا الخاطر للاخرين، يعني من اجل مصلحتنا الشخصيه. دوك بعدنا على درنا واحد لا ديستانس بين خاطرنا حنايا شنو بغينا وشنو اللي خاص، شنو اللي كينتظر منا من طرف المجتمع. دونك الحل كما قلنا هو لو طرافاي سور سوا، هو العمل على الذات. انني نفشي مثلا، انني تعلمت من صغري انني نقارن راسي بالاخرين الاخريات. هادشي ولد فيا واحد الغيره. دابا انا وصلت واحد ان عندي واحد المجموعه ديال الاصدقاء اللي هي امنه، اللي نقدر مثلا شي وحده قالت لي راه نجحت في شي حاجه، وليت نقدر انني نقول لها ما عرفتش شنو وقع لي، ولكن كنت حسيت بالغيره، حسيت بالغيره كاريمون، يعني اللي هي شي حاجه ماشي عيب. وصاحبتي اللي تقول لي هانيه ماشي مشكل زعما، وغتشجعني انني نوصل حتى انا للمبتغى ديالي. فهمتي كيفاش ممكن اننا نفشيو هذاك الشيء اللي علمنا السيستم، النظام الرأسمالي، التربيه اللي اكتسبناها اللي خلاتنا اننا نكون كل واحد في حبس بوحده وما نقدروش نشاركوا الافكار ديالنا مع الاخرين. نوصلوا اننا نشاركوا الافكار مع الاخرين، نبغيو الاخرين، نبغيو راسنا. ماشي عيب اننا نفسحوا على الاشكاليات اللي كنحسوا بهم او الحاجات اللي نحسوا بهم بلا ما يستعملوا ضدنا. دونك كنظن ان هاد لا ديمونسيون هادي ديال الصحه النفسيه اللي بزاف ديال زعما ما كيديوهاش فيها، هذه شي حاجه اللي هي ضروريه ومؤكده باش فعلا نوصلوا لواحد المجتمع متماسك، مجتمع فيه الناس كتبغي بعضياتها، المجتمع فيه الناس كتحس ببعضياتها، مجتمع ما فيه زعما ما فيهش الحقره. بزاف الناس غيقول لك هادشي راه اوتوبيك، يعني شي حاجه اللي هي زعما واحد حلم، ولكن انا كنشوفه كيتحقق على صعيد اللي هو صغير. كنشوفه في سياقات اخرى وحتى في المغرب في بعض السياقات ممكن يتحقق هذا الشيء، ولكن خاص اننا يكون عندنا لو كوراج او الشجاعه نشوفوا الظلام اللي لداخل فينا ونقدروا نخدموا عليها في واحد الوسط اللي هو امن.
بالنسبة ليك شنو هما الأسس ديال النسوية؟ كيف ما بغات تكون شنو الأسس ديالها؟ ضروري أن تكون واحد مساواة بين الرجال والنساء في كاع المجالات، المجال ديال العمل، المجال ديال زعما المدرسة، الجامعة، السياسة، الأسرة. كاين واحد الأساس، واحد الحاجة اللي هي ضرورية، هي مكافحة ديال الصور النمطية، لأن الصور النمطية كتخلي لنا أن مثلا الصور النمطية تجاه النساء أنهما ضعيفات، أنهما حساسات، داكشي غنقولوا ما تصلحوش أنهم يكونوا في القيادة. يعني الصور النمطية ماشي غير هضرة وصافي، ماشي غير نكتة ولا النكتة اللي كتحكي على النساء، أولا الأغنية اللي كتهبط من النساء، أولا شي فيلم أولا شي إشهار، راه عنده واحد لامباكت أولا واحد الأثر اللي هو خايب بزاف، تيزيد يعسس لنا النظام، لو سيستيم دو كرويونس، نظام المعتقدات اللي عندنا، اللي كيخلينا اننا نفكروا بصح النساء ما يصلحوش انهم يكونوا عندهم القياده، والنساء مع علم ان بزاف ديال النساء كتلقاها انها خدامه، وانها كتجيري واحد لو فوايي ديالها، ديال العائله ديالها، كتجيري بزاف ديال الحاجات مع مول الحانوت، مع العساس، مع يعني كتجيري الشؤون ديال العائله والاطفال ديالها والزوج ديالها بوحديتها. يعني دونك كيفاش هذه اللي قادة انها تجيري واحد المملكة صغيرة اللي هي ديالها الدار الدويرة ديالها، ما تقدرش تجيري شي حوايج اللي هما كيهموا لا كوميونيتي ديالها، المجتمع المحلي ديالها اكسترا، اولا كاع حتى على الصعيد ديال الوطني. الا قلنا بنات ضعاف، بنات خاصهم يتزوجوا، دونك كيحرمنا من بنات اللي ممكن يكونوا اينشتاين اولا اكثر، اولا بنات اللي هما يقدروا يكونوا دي سبورتيف دو او نيفو نفرحوا بهم في لي جوز اولمبيك مثلا. شحال من بنت حرمت انها تحقق ذاتها في الوغ عندها واحد الموهبه اللي هي كبيره. حيت حنا في ماشي رجولة قلت ضروري نسولك هذا السؤال، واش ممكن تكون راجل ونسوي؟ جو بونس ممكن يكون واحد رجل ونسوي، وممكن تكون مرأة، وكاينين النساء اللي كيقولك انا ضد النسوية مثلا، ممكن اي واحد، ولكن باش ما نخلطوش الامور، فاش كنجيو نشوفوا مقاربة ديال المقاربة البنيوية، المقاربة البنيوية كتجي والهيكلية، دونك لابروش سيستيميك و ستركتورال، كتجي كتقول لنا، كيقولوا في هاد لي زاناليز هادو كنشوفوا ان شكون من يستفيد من ومن لا يستفيد من الوضع الحالي. نشوفوا زعما شكون اللي كيستافد، كنشوفوا ان كاين واحد الهيمنه ديال الرجال في مثلا على صعيد ديال مثلا المشاركه السياسيه، كنلقاو ان اهم حاجه هي المشاركه السياسيه، لان كتقرر في المصير ديال الناس. كنلقاو الاغلبيه الساحقه رجال، يعني النساء، المهاجرين المهاجرات، ناس في وضعيه اعاقه، نساء ورجال، واكثر النساء زعما ما عندهمش بلاصتهم في هذه المساحات هادو، دوك لا يقررون. وكيقول لك اللي كيحس بالمجهوده غير المدعوق بها، زعما الناس اللي كيعاني من شي حاجه هو اللي غادي يعرف شنو هو لو بوزوان ديالو، وشنو القرار اللي ممكن ياخذه في ديك الحاجه. دونك كيف يعقل ان هاد الناس اللي زعما كيعيشوا اشكاليات ولكن لا ما عندهمش القرار، فهمتي؟ دونك غادي نقولوا ان النساء اللي هما معنيات زعما المشاكل ديالهم زعما كنساء، النساء مثلا الحظر، عدم زعما التجول في اي الوقت، زعما ما نقدروش نخرجوا بالليل، ما نقدروش نسافروا بسهوله، او غادي نتعرضوا للتحرش، ما عندناش بلاصتنا في المشاركه السياسيه، كنعيشوا زعما شي حوايج اللي صور نمطيه قدحيه ضدنا في فوالا النكات، الموسيقى، في كذا وكذا. يعني كنلقاو واحد الحاجات اللي زعما رجال زعما عايشين واحد الامتيازات. بيان سور غنكونوا اكثر وعي في هذه القضايا النسويه، هذا لا يعني ان ليس هناك رجال ولا لا يمكن للرجال انهم يكونوا نسويين. طبعا الرجال ممكن انهم يكونوا حلفاء،
ويكونوا حلفاء في النسوية أو لا نسويين. كاين نقاش طويل على هذا النقطة، واش الرجال حلفاء أو لا نسويين. دونك أنا ما غاديش نطول بزاف في هذا النقاش هذا، ولكن كنظن أن كاينين ممكن الرجال أنهم يكونوا كيحسوا بالإشكاليات ديال النساء ومسؤولين وواعيين، ويقدروا يقولوا انا عندي واحد الامتيازات، انا نقدر نخرج بالليل واختي ما تقدرش تخرج، انا عندي حريه اللي ما عندش اختي، انا نقدر نوصل لمراكز القرار اختي لا، فهمتي، انا نقدر نقرا اي حاجه ولكن اختي لا، فهمتي. سورتو القرايات اللي هما الهندسه، شي حوايج اللي هما واعرين. طبعا دابا ولاو ان البنات ولاو كيدخلوا اكثر الطب والهندسه اكسترا، دونك تفوقوا في الدراسه ديالهم. ولكن باش نكون انا كرجل ونكون كنعترف انني عندي امتيازات وعندي مسؤوليه باش نهرس هاد الامتيازات، شي حاجه صعيبه كتجيني حيت زعما بزاف غير كتذكر لهم النسويه بحال ذكرتي لهم جن. صراحه الصراحه هادشي اللي كاين، بحال بوعوجه الوغ كو ما تيحاولش يمشي يقول اجي نقلب نشوف النسويه داكشي. علاش ما يكونش كيقلب ويحاول يفهم بصح شنو هي النسويه، يوبسيرفي خوتو ماما، يوبسيرفي المجتمع، يحاول يشوف المجتمع بطريقه ديال البنات، يسمع ليهم، يطلق ودنيه شويه ويسمع ويتربى. هذاك يقدر يكون نسوي بصح او لا حليف النسويه. ولكن الاغلبيه بحال كتقيس ليه جيبو، الاغلبيه ديال زعما الرجال فاش تتكلم ليه على النسويه تحس بالخطر فعلا، لان كيقول لك صافي غنوليو مجتمع غربي. ولكن دون سو كا اجي لبس الفوقيه ولبس الشربيل وحيد انترنت والتلفازه وزعما ونوض تصلي 5 المرات في النهار وداكشي وصافي. حيت دابا بزاف ديال الرجال كيستعملوا حجج اللي هما ماشي بصح. بغيتي تكون زعما باش تغطي على الخوف ديالك في العوض، زعما في العوض بزاف ديال الرجال في العوض ما يقول لك انا ما فاهمش مزيان هاد القضيه ديال النساء، انا نبغي الراجل اللي هو صريح يقول لي انا ماشي ما فاهمش مزيان، سمعت بزاف ديال الحاجات ولكن مستعد نسول علاش. واش انت غير فقتي هاد الصباح وقلتي صافي قررت نكون نسويه او لا؟ شنو طرا؟ شنو اللي خلى ان النساء يوليو نسويات؟ فهمتي زعما انا كيجيني تحدي كبير، هو ان مثلا الرجال زعما يوعاو انهم يحاولوا ينقصوا شويه من داك الكبرياء، وينقصوا من التلوث ديال الافكار اللي وصل لهم، ويحاولوا يفهموا فقط. غير جلس وسمع. علاش؟ لان الا كنت انا قاده نديرها مثلا مع المهاجرين السود، مثلا انا عايده ماشي كحله، ماشي سوداء، ماشي مهاجره من كونغو ولا الكاميرون ولا السنغال، يعني انا في بلادي مثلا تقريبا زعما، المهم انا في بلادي واخا غير معترف بيا، دونك في البيئه ديالي وداكشي كبر فيها، دونك ما حاساش بالعنصريه تجاه الناس الناس السود المهاجرين. دونك مثلا فاش كيجيو عندي مثلا الناس السود او النساء السوداوات وغيقول لي نتوما في المغرب عندكم العنصريه، عندي جوج ديال لي شوا. غنتصرف بحال الرجال ضد النسويه، غنقول لهم نتوما كتزيدوا فيه، ولا حنايا ما عندكمش الحق تقولوا هذا الشيء، وانتوما راه فهمتي، يعني نقول لهم هذا، اولا نجلس معاهم ونسمع ونقول لهم علاش. دونك لوبسيون الاولى ديال مثلا انني نكون رجل ونقول ان نسويه تخربيق، او لا نكون انا مراه ونقول ان مثلا القضايا اللي مثلا الهجره تخربيق ياك، هي واحد لوبسيون مريحه الراجل انه يقول النسويه تخربيق، لانه غيدوز حياته بخير، يمشي يتفرج ماتش الكره وغيهني راسو. ولكن هذا الحل هذا راه غادي يخلينا واحد المجتمع فيه الحقد، وغيخلينا ان التنميه اللي ضروري فيها المساواه ما يمكنش تزيد القدام، وما يمكنش انه يعيش واحد العلاقات صحيه مع النساء امبوسيبل، ولا النساء انهم يعيشوا علاقات صحيه مع الرجال.
نفس الحاجة مثلًا أنا مع المهاجرين إلا قُلت لهم مثلًا نتوما هاد العنصرية اللي كدويو عليها راه تخربيق، راه ما عمري ما يكون عندي علاقة صحية معاهم، ما عمري ما نستافد من التجربة معاهم، عمري ما نتعلم أنني نكون واحد الإنسان أحسن، خاصني نجلس ونسمع لهم ونقول لهم بصح التجربة ديالكم ما يمكنش أنا نكذبها لأن ماشي أنا اللي عايشاها، بصح كاين العنصرية بويسكو كتقولوا أن كاين العنصرية وكنشوفوا أن كاينة العنصرية، كيفاش ندير أنا كإنسان منتمي لهذا المجتمع باش نغير من هذا الشيء، كيفاش ممكن نكون حليف؟ أنا بحال هكا كندير مع المهاجرين، دونك كنتمنى أن الرجال نفس الحاجة يجيو ويقول لك بصح كاين العنف ضد النساء، بصح كاين لا مساواة، كيفاش ممكن ندير باش نكون أحسن، باش نكونوا في واحد المجتمع صحي ومتماسك، هذا هو الهدف، ما كاينش هدف آخر من غير هذا. كيفاش ممكن اليوم يسود الفكر النسوي في المجتمع سواء بين الرجال النساء الأهمية ديال حقوق النساء في المجتمع؟ أول حاجة أننا يكون عندنا لو كوراج، يكون عندنا الشجاعة نشوفوا الظلام اللي لداخل فينا، يعني في العوض ما نكون نقول أن الأمور العام زين بحال هكا، أنني نجي نشوف شنو اللي فيا اللي كيخليني أن ما يكونوش عندي علاقات صحية مع الآخر، يعني هذا الشيء sur le plan individuel، يعني فوالا على المستوى الشخصي. كيفاش ممكن أنني نشوف شنو هما البيبان اللي كيتحلوا لي أنا حيت عندي هاد الامتيازات، والبيبان كيتسدوا عليا لأن عندي تمييزات، وشنو هما أنا كامرأة شنو هما الحاجات اللي ما كنقدرش نوصل لهم، والرجال شنو هما الحاجات اللي كيقدروا يوصلوا لهم حيت هما رجال زعما، فهمتي؟ فوالا دونك كاين لو فيمينيزم ماتيرياليست كيعاون مزيان زعما في فهم هاد القضية ديال الولوج لاكسي ودغوا ولا الولوج الحقوق، تجي كتشوف شنو هما الولوجيات اللي كاينين عند الرجال، شنو هما الولوجيات اللي كاينين عند النساء، شنو هو اللي ممكن شنو هو اللي ماشي ممكن. هذا في au niveau personnel على الصعيد ديال منظمات المجتمع المدني، مهم أن يكون هذا العمل على الصحة النفسية ماشي فقط ما يسمى بالفئات المستهدفة، ولكن العمل على الصحة النفسية ديال العاملين وعاملات التغيير، شي حاجة اللي هي مهمة، كيفاش ممكن يخدموا على راسهم باش يقدروا يديروا واحد التغيير وهما كيحسوا بالأمان وهما كيحسوا بالثقة، لأن شنو هما الأعضاء ديال أعضاء ديال المجتمع المدني أو المجتمع السياسي أو حتى الموظفين وهاد الفونكسيونير راه جايين، راه كانوا أطفال صغار، يعني راه كنا أطفال وكنا أولاد وبنات هاد البيئة اللي تربينا فيها أننا خصنا نحداو جنابنا وأننا نردوا يعني كيفاش ممكن أننا كأعضاء وعضوات ديال هاد المجتمع في كاع لي بوفوار اللي عندنا ولي فونكسيوناليتي اللي عندنا اننا نخدموا على راسنا، فهمتي؟ واننا نخدموا مع بعضياتنا، وما يبقاش داكشي غير حبر على ورق. مثلا ندير الكوراج، ندير الشجاعه ونقول مثلا درنا واحد المحاوله ديال اننا نتلاقاو ولكن ما تفاهمناش بعد اجتماع جوج ثلاثه، اجي نديروا تحليل اعمق علاش ما نجحناش، وخصنا نبقاو نحاولوا لان هذه هي الوتيره ديال الحياه زعما سينون البشريه غادا هكا كتعلم من الاخطاء ديالها، من العقبات ديالها، يعني خصنا نبقاو نديروا واحد لو سويفي ايفالواسيون ماشي فقط مبازي على مؤشرات ديال لو كادر لوجيك داكشي اللي جانا من المؤسسات الماليه الكبرى، ولكن نديروا واحد لو سويفي ايفالواسيون ديالنا حنا، ديال العلاقات مع بعضياتنا، ديال شنو هما لي بلوكاج اللي كاين، وزايد على هادشي اننا نكونوا ظريفين وظريفات مع بعضياتنا ومع دواتنا، مثلا ما نبقاوش نوبخوا بعضياتنا ولا نتسناو غير الغلطه، حيت الغلطه راها حكمه، و ان ميم طون نكونوا ظريفين مع ذاتنا يعني من دواتنا. بزاف ديال المرات كنخافوا اننا نشدوا الميكرو ونهضروا في اجتماعات وداكشي الا نغلطوا ولا شي حاجه، اتس اوكي زعما ماشي مشكل نغلط، ماشي مشكل نكون درت واحد الاختيار كبرنامج مؤسساتي او جمعيه، وهذا خصني نتعلم منه ونحاول بشويه بشويه. فوالا تيبان لي هذا الجانب هذا راه ناقص بزاف عندنا، وهذا هو الجانب اللي كلشي كيهرب منه، ولكن ضروري ما نخدموه الا بغينا فريمون نديروا واحد التغيير اللي هو بصح حقيقي. شنو هي الرجولة بالنسبة لك؟ ديجا سولتك هاد السؤال واحد المرة، حتى جا درتي معايا في ماشي رجولة.
صراحة ما عرفت شنو هي الرجولة. تي بعدا الرجولة شنو كنت قلت في داك البودكاست؟ والله ما عقلت. الرجولة كاينه المروءة والرجولة. مثلا كاينه ديك الرجولة اللي كيقولوا هذيك زعما الرجولة اللي هي سينونيم ديال لا فيريليتي ديال الرجل القوي الفحل، الرجل المسؤول، الرجل اب الأسرة، الرجل شجاع ياك. هاد الخصال الخصال ياك اللي كيحطوهم على الرجال، ولكن فينالمون خصال خصهم ولا مزايا خصهم تحط على الانسان بصفه عامه. لان كاين المراه القاده، المراه الشجاعه، المراه اللي كتعيل الاسره. يعني خاصنا نتخلصوا من هاد لي ستيريوتيب او الصور النمطيه على الرجوله، ونهضروا على الانسانيه ولا البشريه، وكيفاش ممكن اننا نعطيو بلوس دو شانس لوليداتنا وبناتاتنا باش يحققوا لو بلان بوتونسييل ديالهم، اولا يحققوا كاع داكشي اللي بغاوه، كاع الانسانيه. وقلت دونك وحتى لبنيتاتنا ووليداتنا باش يحققوا البوتونسييل ديالهم كامل، ويفرحونا معاهم ويفرحوا حتى هما زعما. حيت خصنا ماشي نفكروا غير في راسنا، نفكروا حتى في لي جينيراسيون الجايين شنو هو الميراث اللي غادي نخليو لهم. فهمتي؟ هو اننا نكونوا ناس احسن، وناس احسن نكونوا بخير مع ذواتنا ومع الاخرين اخريات. شكرا بزاف عيدة على الوقت ديالك. شكرا وبون كوراج لهاد لا سيزون هذه. بسلامه.